تفتكروا زمان كانوا بيتعلموا ازاي؟ اللي قدامنا ده مش مجرد لوح خشب، ده حرفيا كراسة تلميذ من مصر القديمة. لوح خشبي متغطي بطبقة جص، راجع لعصر الدولة الوسطى، تحديدا الأسرة ال12، حوالي سنة 1802 قبل الميلاد. اتلقى في الأقصر، وفي روايات بتقول إنه يمكن يكون من أخميم في سوهاج. اللوح مكتوب عليه نص تعليمي بالخط الهيراتيقي، علشان كده نقدر نقول إنه كان زي كشكول المدرسة بتاع زمان. والأجمل من كده إننا شايفين فيه قصة التلميذ بنفسه. على الجنب الشمال من اللوح لسه في بقايا نص قديم، كان التلميذ مسحه بعد ما طلع اللوح من جديد، لكن جزء منه فضل ظاهر، وبعدها كتب نص جديد مكانه. المفاجأة بقى إننا شايفين علامات بالحبر الأحمر على النص الجديد، شكلها تصحيح من المدرس اللي كان بيقيم التلميذ. يعني يا جماعة نفس فكرة الغلط بالأحمر اللي كنا بنشوفها في كراساتنا، المصريين القدماء سبقونا بيها من آلاف السنين. اللوح ده دلوقتي موجود في متحف المتروبوليتان في نيويورك، أبعاده حوالي 34 سنتي طول و19 سنتي عرض. والمتحف بيقول إنه اتشرى من القاهرة سنة 1928، وبعدها اتقدم هدية للمتحف. تاريخنا مش بس معابد وتماثيل، ده كمان حياة يومية ومدارس وتعليم وأحلام تلاميذ عاشوا من آلاف السنين، ولسه أثرهم عايش لحد النهاردة. لو حبيتوا القصة، استنوا قصص أكتر عن حضارتنا.